السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم فيديو جديد ديال خبيزات فنين بالعديسه، اما العدس كوغاي او العديسه الخضراء. اليوم فضلت نقدم لكم خبيزات بالعديسه الخضراء. كناخذوا العدس كنديروها في الميكسور، كنطحنوها مزيان، كنديروا معاها بيضه، زليفه صغيره ديال البسيليوم اللي غادي تجمعوا ليا، خميره بلديه واحد المعلقه كبيبره شويه، معلقه صغيره ديال بيكربونات دو السود، مع معلقه صغيره ديال زيت البلديه. دونك هنا كنقلبوا في الروبو على البلاصه ديال العجين ديال الخبز، كنديروه على دقيقه او 2 دقائق حتى 3 دقائق، كنخليوه كيتخلط، كينسجم بوحدو، بحال اللي كنعجنوه بيدينا، كنخلطوه تنعجنوه في الروبو حتى كيتخلط كله. هنا نسيت واحد المعلقه صغيره ديال الخل التفاح، ضروري ديروها. شو الخليط كيفاش كيجي. هنا كنخليه واحد ساعتين ولا حتى 3 سوايع نخليوه يخمر مزيان، عاد باش كنكوروه بحال هكذا ونقرصوه. كنفندوه في الزرارع، اي زرارع عندنا كنفندوه فيها حتى كنكملوا الطاوه، تنكوروا الكل العجين كله، وكنفندوه اما بديك الطريقه الاولى او غير هكذا، كنمشيو به بهذه الطريقه حتى نكملوا كلشي. كنديروه في الفرن على 200 درجه واحد 20 دقيقه. وشوفوا الخبز كيفاش كيجي، شحال غزال. اكيد غادي تجربوها وغادي تعجبكم، غادي تجي يعني لذيذه وهشيشه. والله العظيم الا عرفتي دقتو، شو نقول لكم، كيذوب في الفم. يعني ان شاء الله ضروري غادي تجربوا هذه الوصفه، وغادي تقولوا لي في الكومونتير كيف جاتكم. وهاد الخبيزات نقدروا نغمسوا بهم مريقه، كيف نقدروا ناكلوهم غير هكذاك بزبيده مع فطير، كيف يمكن نديروه دي برجر، ساندويتشات. عرفتي راه كيجيو تيحمقوا وهشاش، كيذوبوا في الفم. كيف يمكن لكم تقدموهم لضيافكم، راه غادي يعجبوهم بزاف، صدقوني راه كيجيو زوينين ولذاذ. ان شاء الله غيعجبكم الفيديو، ديروا جيم، بارطاج، كومونتير، والى الفيديو الجاي، الى اللقاء.